تخيل اللي في الصورة دي اكتر واحدة طيبة ممكن تشوفها في حياتك، ومن كتر الجدعنة اللي فيها هتتمنى ان ربنا يرزقك بزوجة صالحة زيها، ولكن في الاخر هيحصل حاجة هتغير فكرتك خالص، وهتحس انها شيطانة في صورة بشر، لدرجة ان مخك مش هيستوعب المصايب اللي هي عملتها. ايه هي المصايب اللي عملتها دي، وازاي واحدة هتتحول من ملاك لشيطان؟ كل ده هنعرفه دلوقتي ان شاء الله. خلي بالك الحلقة دي مهمة، هتعلمك انك ما تبقاش طيب زيادة عن اللزوم ولا تحب زيادة عن اللزوم. صل على النبي وتعالى نبدأ. انا احمد حسني وده برنامج الحكاية من الاخر. اهلا بيكم مرة تانية. اللي في الصورة ده اسمه سامي عباس، عنده 29 سنة، واقل كلمة ممكن تتقال عليه ان هو شخص عاقل جدا ومجنون برضه في نفس الوقت. وقبل ما تستغرب وتقول ازاي، احب اقولك ان سامي ده كان مريض ربو، وكان بياخد علاج اسمه كورتيكوسترويد، ويا رب اكون نطقتها صح. والدواء ده كان مسبب له حالة من عدم استقرار المزاج، يعني مرة تلاقيه فرحان جدا وبعدها بدقايق يجيله اكتئاب شديد. وهنا كانت المشكلة، لان بسبب التقلبات المزاجية دي الناس كلها كانت بتخاف منه، فبالتالي لما كان بيتقدم لأي واحدة كانوا بيرفضوه على طول لما يشوفوا منه التقلبات المزاجية دي اللي بتحصل غصب عنه. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما سامي شاف واحدة اسمها شادية وعجبته جدا، وساعتها وقفها في الشارع وكلمها بكل احترام وذوق، وفهمها ان هو اتشد ليها من اول نظرة وانه عايز يخطبها ويتجوزها. فشادية لما لقيته شاب محترم وذوق وحست فعلا ان هو مش بيعاكسها وبيتكلم بجد، فوافقت انها تديله رقم باباها علشان يكلمه. وفعلا سامي بعد ما اخد الرقم وكلمه راح يتقدم لشادية، بس قبل ما يروح كان مبطل ياخد العلاج اللي بيسبب له التقلبات المزاجية علشان ما يعملش اي رد فعل غير متوقع، مع ان ساعتها نفسه كان ضيق جدا وصدره وجعه، الا انه فضل الوجع على انه يضيع العروسة دي من ايديه. وساعتها قعدة التعارف عدت بسلام من غير ما سامي يبان انه مش طبيعي، واتفقوا على ميعاد الخطوبة والجواز وقرأوا الفاتحة كمان. وهنا كانت المشكلة، لان سامي ما قالش على الامراض الصدريه اللي عنده لاهل شاديه، ولا حتى صارح شاديه باي حاجه، وابتداها من الاول كذب في كذب، وده تصرف غلط والله اعلم ممكن يبقى حرام شرعا. المهم وخلال وقت قصير تتم الخطوبه، ويوم ورا يوم شاديه بدات تلاحظ ان سامي مش مظبوط نفسيا، لانه مره يبقى حنين عليها ومره يبقى عصبي ومش طايق نفسه، وكمان لاحظت ان هو عنده مشاكل في التنفس. ولما جت شاديه صرحته بالمشاكل والعيوب اللي عنده، سامي عينه دمعت وبدأ يحكي لها على كل حاجة بصراحة، وقال لها هو عنده ايه بالظبط، وكمان قال لها على العلاج اللي بياخده. ساعتها شادية اول ما تسمع كده تتصدم وتحس انها اتخدعت فيه، ولكن في نفس الوقت سامي قال لها ان المرض ده بتاع ربنا ومحدش ليه دخل فيه، وانا عملت كده علشان حبيتك من كل قلبي وما كنتش عايزك تسيبيني ابدا، وانا مستعد اعملك اي حاجة علشان بس ما تسيبنيش. فشادية من كتر ما سامي اتحايل عليها قلبها بدأ يحن ليه ويصعب عليها، ولكن في نفس الوقت افتكرت المثل المصري اللي بيقول اللي يصعب عليك يفقرك، علشان كده قالت لسامي انت ما جيتش صريح من الاول معايا وكدبت عليا، وده جواز وما ينفعش فيه حد يصعب على التاني، ولازم احنا الاتنين نبقى راضيين ببعض علشان نستحمل بعض والدنيا تمشي. فمعلش انا مش هقدر استحملك في الحالة اللي انت فيها دي، لان محتاجة اللي يراعيني ويقف جنبي، مش انا اللي راعيه وابقى مضغوطه طول الوقت. علشان كده انا بقولك زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وانت ان شاء الله ربنا هيرزقك بواحده تستحملك وتراعيك. ساعتها سامي اول ما سمع كده حس بظلم كبير، لدرجه ان جات له الازمه الصدريه بتاعته وكان هيموت فيها، بس الحمد لله شاديه طلبت له الاسعاف، جت خدته وودته المستشفى ولحقوه. واول ما فاق لقى امه وابوه جنبه، لان شاديه قبل ما تمشي اتصلت بيهم علشان يجوا يراعوه، وفي نفس الوقت اديتهم الذهب بتاع ابنهم وقالت لهم كل شيء اسمه ونصيب. وساعتها ابوه وامه كانوا متحسرين على حال ابنهم، وكانوا خايفين يقولوا له ان شاديه رجعت له الذهب وفسخت الخطوبه. ولكن سامي اول ما سأل على شاديه وعرف انها مشيت، وفي نفس الوقت لاحظ ان علبه الذهب اللي كان جايبها موجوده جنب ابوه وامه، ففهم من نفسه ان شاديه
شادية فسخت الخطوبة. فساعتها سامي زعل جدا لدرجة ان دخل في حالة اكتئاب وفضل قاعد في البيت حوالي شهر يتحسر على حاله. وهنا في سؤال مهم جدا لحضراتكم يا ريت تجاوبوني عليه، هل اللي عملته شادية ده صح ولا غلط؟ مستني رأيكم في الكومنتات، هتابعها كلها ان شاء الله، وهتلاقوا برضو رأيي الشخصي متثبت في اول كومنت. المهم بعد فترة سامي رجع يعيش حياته بشكل طبيعي، ولكن للأسف كانت مأثرة عليه العقدة النفسية اللي سببتها له شادية، لدرجة ان هو ما بقاش يفكر في موضوع الجواز ده خالص. وكل ما حد يجيب له عروسة كان بيرفض على طول من غير ما حتى يشوف العروسة. والمصيبة بقى ان حب شادية كان لسه جواه رغم الصدمة اللي اديتها له. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة حوالي 6 شهور، لحد ما فجأة سامي لقى في رقم غريب بيرن عليه، واول ما رد لقى شادية هي اللي بتكلمه. وساعتها فرح جدا وكأنه كان عايش بدون روح، وفجأة الروح رجعت له. وفي نفس الوقت كان مستغرب هي شادية رجعت كلمته ليه. ولما سألها انت عايزة ايه، قالت له اولا انا بتأسف لك على اللي انا عملته فيك، وانا عارفة ان انا كنت وحشة جدا لحظة ما سبتك، ولكن والله ده كان غصب عني، لان الموضوع ده حصل مع بنت عمتي واتجوزت واحد عنده مشاكل صحية، وبعد ما اتجوزت عاشت أسوأ سنين حياتها لانها كانت مش عارفة تراعيه ولا عارفة تتعامل معاه، وانا خفت يحصل معايا زي ما حصل مع بنت عمتي. بس بصراحة اكتشفت ان في حاجة اسمها حب اقوى من اي حاجة في الدنيا، وانا بصراحة لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي واحد زيك. طبعا كل ده بتحور عليه وهتعمل مصايب فيه كتير بعد كده. المهم ساعتها سامي يستغرب من كلامها جدا وقال لها انا مستحيل ارجع لك لانك كسرت قلبي وكنت هتموتيني، وانا ابقى ابن كلب لو خطبتك تاني واتجوزتك. وبعد ما شادية اتحايلت عليه شوية، تاني يوم كان سامي مفتح ابوه وامه على موضوع شادية وانه عايزهم يجوا معاه يخطبوها. ساعتها ابوه وامه يقولوا له هو انت ما عندكش دم للدرجة دي؟ يعني البنت تسيبك وتبيعك وتدمر لك حياتك وانت في الاخر عايز ترجع لها تاني بكل سهولة؟ احنا مش موافقين على الموضوع ده ومش هنروح معاك عندها ابدا. فسامي يبدأ يفوق شوية من وهم الحب اللي كان فيه، ولكن للأسف في النهاية سامي قرر ان هو يتجوز شادية وفعلا يعمل شوية مشاكل مع ابوه وامه، بس في الاخر يخطبها. وفي الخطوبة كانت حرفيا شادية مدياله عينيها وبتدلعه اخر دلع، واي حاجة كان بيطلبها منها كانت بتعملها له على طول. وحتى لما كان سامي بيتعب شادية كانت بتبقى واقفة جنبه وكأنها خدامة تحت رجليه. علشان كده سامي لما لقى شادية مطيعة وبتسمع الكلام بالطريقة دي قرر ان هو يقدم ميعاد الجواز ويتجوزها بعد شهرين. وفعلا سامي جهز الشقة بتاعته بسرعة جدا ويتجوز شادية. وفي اول شهر جواز الحياة ما بينهم كانت مستقرة، ولكن بعد تاني شهر سامي كان التعب بدأ يزيد عليه. وهنا بقى يجي دور شادية اللي اول ما لقت جوزها بدأ يتعب بجد ما سابتهوش لحظة وكانت معاه ثانية بثانية لحد ما النوبة الصدرية اللي عنده عدت. ساعتها سامي من كتر ما كان فرحان بشادية وانه اختار صح قرر بعد 4 شهور من جوازهم ان يكتب الشقة باسم شادية، لانه عرف انها حامل فحب يكافئها على مجهودها والطيبة زيادة عن اللزوم. ساعتها شادية اول ما عرفت ان سامي هيكتب لها الشقة باسمها كانت هتطير من الفرحة، ولكن في نفس الوقت عملت نفسها تقيلة وقالت لسامي ليه كده، كتير جدا عليا والله. فسامي قال لها مفيش حاجة تكتر عليكي، انت عملت حاجات امي وابويا ما عملهاش معايا. وساعتها شادية كانت ذكية بما فيه الكفاية وما كانتش بتهتم بسامي وبس، لا دي كمان كانت بتروح شقة امه وابوه وتنظفها لهم وتشوفهم اي حاجة محتاجينها كانت بتعملها لهم على طول، لدرجة ان ابو وام سامي كانوا بدأوا يحبوها جدا هم كمان. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة جدا حوالي 8 شهور، لحد ما في مرة شادية كانت عند ام سامي كالعادة، وبعد ما روقت لهم الشقة وشافتهم محتاجين ايه اتحايلت على ام سامي انها تيجي معاها في الشقة بتاعتها علشان يقعدوا مع بعض وتعزمها على الاكل اللي هي عاملاه. فام سامي علشان كانت بتحب شادية جدا فما حبتش تكسفها، خصوصا ان البيت كان قريب من البيت يعني المشوار مش بعيد. وساعتها شادية كانت فرحانة جدا ان حماتها جاية معاها البيت، ولكن اول ما دخلوا الشقة هما الاتنين بيتصدموا والابتسامة اللي كانت على وشهم بتتحول لذهول، ده لانهم لقوا سامي واقع على الارض وسايح في دمه وكان مدبوح ومنظره صعب جدا.
جدا. ساعتها ام سامي يغمى عليها من كتر الصدمة، وشادية بتنهار من العياط وبتفضل تلطم على وشها وتصوت لحد ما لمت عليها الناس. واول ما الجيران اتلمت وشافت سامي بالمنظر ده اتصلوا فورا بالبوليس وبلغوا على حالة القتل اللي قدامهم. وخلال وقت قصير جدا البوليس كان حاضر في موقع الجريمة، ومن اول نظرة كان واضح جدا ان الجريمة دي ليها علاقة بالسرقة، لان الشقة كانت متبهدلة جدا وفيها تكسير كتير. وده كان اكبر دليل ان كان في مقاومة من سامي قبل ما يموت. وفعلا بعد ما رفعوا البصمات لقوا زي ما هم كانوا متوقعين بالظبط ان في 3 بصمات في الشقة. اول بصمة لسامي وده طبيعي لان الشقة بتاعته، وتاني بصمة لشادية وده طبيعي برضه لان الشقة بتاعتها، وتالت بصمة كانت مجهولة ومش معروفة بتاعت مين بالظبط. والغريبة ان البصمة المجهولة دي كانت في قلب اوضة النوم، وده بالنسبة للبوليس حاجة غريبة جدا. هو ايه اللي دخل واحد حرامي اوضة النوم وعلى السرير؟ ولكن لما لقوا ان الذهب اللي في اوضه النوم مسروق فالامر بالنسبه لهم كان طبيعي، ولقوا تفسير ليه البصمه موجوده في اوضه النوم. وساعتها البوليس يبدا يبحث ورا البصمه المجهوله دي، لان 100% صاحب البصمه دي هو اللي قتل سامي. وفي نفس الوقت ده الطب الشرعي رفع الجثه للمشرحه علشان يشوف سبب الوفاه ايه وازاي الوفاه تمت. ويبدا برضه التحقيق مع شاديه واهل سامي. فشاديه قالت انها ساعه الواقعه كانت عند ام سامي بتنظف وتعمل لها الاكل زي كل مرة، وانها لما روحت اتفاجئت بمنظر سامي البشع ده. ساعتها رئيس المباحث يحس من كلام شادية انها مخبية حاجة او خايفة من حاجة، لان اعصابها كانت متوترة وهي كانت بتحاول تداري التوتر ده. ولكن ام سامي لما جت واخدوا اقوالها بعدت الشبهة عن شادية خالص، لانها اكدت فعلا انها كانت معاها في اليوم ده، وان شادية محترمة وجدعة جدا وكانت بتعامل ابنها حلو. وفي نفس الوقت ده يطلع تقرير الطب الشرعي ويثبت ان سامي اتوفى بسبب ازمة صدرية حادة نتيجة بذل مجهود شديد وتوتر، وانه بعد ما توفى تم طعنه في رقبته عدة طعنات للتأكد انه مات. وده اكبر دليل ان الجريمة كلها ممكن تكون بسبب السرقة فعلا. وساعتها البوليس يحاول يفرغ جميع الكاميرات اللي في المنطقة، ولكن للأسف ما قدرش يوصل لأي حاجة لان الكاميرات كانت قليلة خالص في الشارع ده. ولكن في نفس الوقت ده البوليس لما يبحث في البصمات الجنائية اللي موجودة عنده يكتشف ان البصمة المجهولة دي مطابقة لواحد متسجل عليه قضية قبل كده، والواحد ده بيبقى اسمه باسم مصطفى وشغال سكيورتي. ففورا يتم القبض عليه ويتحقق معاه. في الاول انكر ان هو ملوش دعوة باي حاجة وان ممكن البصمات تتشابه، وده طبعا مستحيل. ولما رئيس المباحث سأله انت كنت فين في يوم الجريمة، ساعتها باسم بدأ يتلخبط ويبان عليه التوتر ومعرفش يرد، ولكن برضه كان بينكر ان هو ملوش دعوة بالموضوع. رئيس المباحث يطلب من المعمل الجنائي انه يعمل تطابق للبصمة بتاعت الشخص اللي اسمه باسم ده علشان يتأكد ان البصمة سليمة ولا لا. وفي نفس الوقت رئيس المباحث يطلع ذكي ويطلب من شركة الاتصالات اللي باسم تبعها بعمل تتبع للخط يوم الجريمة. والمفاجأة ان شركة الاتصالات بتثبت ان يوم واقعة الجريمة باسم كان في المنطقة اللي فيها سامي. وكمان المعمل الجنائي بيوضح ان البصمتين متطابقين بالظبط، وده معناه ان باسم هو اللي ارتكب الجريمة وهو اللي قتل سامي. فباسم اول ما يعرف ان التهمة لابساه بدأ يقول على المصايب اللي محدش في الدنيا هيتوقعها، وساعتها قال ان شادية مرات سامي هي السبب في موته. فرئيس المباحث قال له ايه اللي دخل شادية في الموضوع. دي اثبتت فعلا انها كانت عند حماتها، وحماتها نفسها هي اللي شهدت بكده. فباسم يبدأ يحكي على كل حاجة بالتفصيل ويقول ان يوم الجريمة كان هو عند شادية في الشقة علشان كانوا بيعملوا علاقة محرمة، ولما جوزها رجع بدري وشافنا مع بعض حاول يقتلني ويقتلها، ولكن الظاهر ان هو كان تعبان، واول ما شافنا وجه يجري ورانا وقع مكانه وما كانش قادر ياخد نفسه. وبعد كده شادية قالت لي انت لازم تموته علشان ما يفضحناش، وفعلا جابت هي السكينة وضربته كذا ضربة في رقبته، وخلتني اخد السكينة معايا علشان ما يبقاش في دليل. وكمان قالت لي ادخل اسرق الذهب اللي جوه في الدولاب علشان تبان سرقة عادية. وبعد كده هي حاولت تهدي نفسها وراحت عند ام سامي علشان تبعد عنها الشبهة، وقالت لي انها هتحاول تجيب الست الكبيرة معاها في الشقة
علشان تبقى شاهدة عليها انها ملهاش دعوة بالجريمة. ففورا يطلع اذن نيابة بالقبض على شادية. ولما عرفت ان باسم اتمسك وهو اللي اعترف عليها انهارت من العياط واعترفت بكل حاجة. عايزكم تركزوا في الاعترافات اللي جاية دي علشان تاخدوا بالكم كويس وما تتخدعوش في الناس اللي بوشين. المهم ساعتها شادية اعترفت ان بعد ما فسخت الخطوبة مع سامي اول مرة اتعرفت على باسم ورسم عليها الحب، وشادية اتعلقت بيه جدا لدرجة ان بعد 4 شهور مارسوا مع بعض علاقة محرمة. ساعتها شادية ما كانتش عارفة تتصرف ازاي في البلوى اللي وقعت نفسها فيها، وخصوصا ان باسم ما كانش جاهز انه يتجوز لانه ولا عنده شقة ولا حاجة. علشان كده فكرت انها ترجع لسامي وتتمسكن عليه علشان يتجوزها، وفعلا نجحت انها تضحك عليه وتخليه يتجوزها. وفي ليلة الدخلة سامي اكتشف ان شادية مش فيرجن. ساعتها اتصدم، ولكن شادية عرفت تقنعه ان الموضوع ده طبيعي لدرجة انها اخدته عند دكتورة نسا وتوليد وفهمته ان في نوع اسمه نوع غشاء مطاطي. وفعلا سامي اقتنع 100% ان شادية تمام. وساعتها شادية قررت انها تعامل سامي حلو جدا علشان يتعلق بيها اكتر واكتر وما يستغناش عنها خالص. وفي نفس الوقت كانت رجعت لباسم من تاني وكانت بتستنى سامي يخرج بره البيت وبتتصل بباسم. وفضل الحال ده مستمر فترة كبيرة لحد ما في مرة سامي رجع بدري من الشغل واتفاجئ بمراته مع واحد غريب وحاول يقتلهم بس هما اللي قتلوه. وقالت نفس الكلام اللي حكاه باسم. والحمد لله بعد تحقيقات كتير ومرافعات كتير يتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام. ساعات كتير التسامح مش بيبقى دايما صح. في ناس لو سامحتها ودخلتها حياتك تاني ممكن تدمرها لك. وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم، هل الطيبة الزيادة عن اللزوم ممكن تخلي الإنسان يستهيفك زي ما حصل كده في سامي، ولا في ناس الخيانة بتجري في دمها وما يهمهاش الإنسان اللي قدامها ده طيب ولا لا؟ مستني رأيكم في الكومنتات، هتابعها كلها إن شاء الله. ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان ده بيساعدني إن استمر، وتقولي أنت بتتابعني منين علشان أديك أحلى تحية. أشوفكم على خير، سلام.